السلام عليكم شيرات، كي راكم معايا؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناتي، قناه وصفات بنت الحاجه. اليوم ان شاء الله نبارطاجي معكم هاد لا غوسيت اللي هي غوسيت غراتا بالبطاطا والطون. اي معايا نشوفوا لي زانغريديون وطريقه التحضير ونبداو على بركه الله. بسم الله. وصفة تاع اليوم في طاجين، عندي شويه تاع زيت الزيتون، ربيت فيه حبه تاع بصل متوسطه، وعندي هنا حبه فلفله خضرة كما راكم تشوفوا. غسلتها وقطعتها مكسورات صغار ودرت لهم شويه تاع الثوم بودره، وغادي نقليهم مليح مليح. هنا بعد ما تقلات لي هذيك الفلفله ودخلها طياب والبصل تاني تحمر لي، زدت هنا زوج حبات تاع طوماطيش ربيتهم، غادي نقليهم تانيك، ونزيد لهم مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع القوطي. ونكمل نقلي مليح الطوماطيش تاع القوطي تانيك. هنا كي زدت الطوماطيش وقليت، زدت شويه تاع الماء، غير واحد ربع تاع الكاس، ومن بعد زدت لي زيبيس، درت شويه تاع الحرور، شويه راس الحانوت، وشويه تاع الكمون والملح. فوالا كي قليتهم مليح، هنا كي درت لي زيبيس درت شويه تاع الطون، شللتها مليح وصفيته من الماء، شويه قزبر وشويه تاع الزيتون خضر مقطع، ونكمل نقليهم هنا مليح مليح. ومن بعد نطفي نديرهم في طبسي ونخليهم يبردوا على جهه. بالنسبه للبيشاميل، هنا عندي في طاجين شويه تاع الزيت ومغرف كبيره تاع الزبده، غادي نخلي هذيك الزبده كي تذوب نزيد زوج معالق كبار تاع الفارينه، نحمصهم مليح مليح كما راكم تشوفوا. نحل مليح ديك الفارينه في الزبده والزيت، ومن بعد نبدا نزيد في الحليب. هنا غادي ندير شويه، انا درت كاس ونص تاع حليب. فوالا نزيد هنا شويه نخلط، ومن بعد نزيد نكمل الحليب اللي بقى. هنا البيشاميل غادي نديرها خفيفه بزاف، وزدت لها شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل. نكمل نخلط، ونزيد زوج مغارف ونص تاع الكريم فريش وزوج حبات تاع الفرماج. نخلط مليحه هنا حتى تذوب هذيك الكريم فريش والفرماج. فوالا هنا لا بيشاميل تاعي راهي واجده. هنا عندي هاد البلاوات الصغار تاع الكغاتا، نتوما تقدروا تستعملوا كيما هاك ولا ديروا بلا ضربه واحده كبير. فوالا هذا هو القوام تاع البيشاميل، كما قلت لكم درتها خفيفه. هنا غادي نبدا ندير في الاول في البيشاميل، وقليت شويه تاع البطاطا، 3 حبات تاع بطاطا هنا قسمتهم هكا، قطعتهم عفوا مرصوات صغار وقليتهم في الزيت. غادي درت كيما شفتوا البيشاميل، ومن بعد غادي ندير البطاطا. نتوما الا بغيتو ديروا البطاطا مغليه ما تقلوهاش، غلوها وديروا لها هكا فرماج وشويه قزبر وكاع شويه لي زيبيس باش تجي بنينه. وهنا زدت شويه تاع البيشاميل، غير شويه برك ما تكتروش. ونكمل هنا نعمر هذيك البيشاميل غير بشويه ونسكر. ولا بالمغرب. وهنا نزيد شويه تاع الفرماج رابي. وهنا عندي هذاك الطون غادي نعمره ثاني من الفوق، هو التالي نسقمه مليح. نزيد هنا شويه تاع البيشاميل، نسقمها مليح، وزيد لها شويه تاع الفرماج، ونكمل نعمر الاخرين بنفس الطريقه.
هنا كملت عمرتهم كاع، وغادي نطيب هنا الكغاتة تاعي من تحت ومن بعد نشعل عليها من الفوق وتشوفوا معي. هنا بعد ما كملت طيبت الكغاتة تاعي، شوفوا الله يبارك، هنا درت تحميرة شابة، جات ما شاء الله واحد البنة، جات بنينة بزاف بزاف هاد الكغاتة، شوفوا الله يبارك، جات من داخل مشمخة مفرمجة تهبل بالبنة. جربوا هذا الكغاتة الشيرات غادي تولي لكم ادمان، وكثرت اللي بنينه بزاف بزاف. فوالا، وهذه هي لاغوسيت تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم، نتمنى تجربوها، ونتمنى نتلاقاكم الوصفة القادمة بخير وعلى خير. تهلاو لي في رواحكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.